زاد الله في فضلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. حياكم الله أصحاب غرفة وضيوف غرفة المهاجرين والأنصار. أنا عندي سؤال ومحيرني، طب تقريبا نفس السؤال اللي سأل أخوي نور. ليه الشيعي ما يصرح بعقيدته؟ ليش ما يصرح بمذهبه؟ مو الإنسان إذا كان على عقيدة ودين يفخر بها ويتشرف بها ويرفع رأسه بها؟ كيف يكون عندك عقيدة وعندك دين وعندك قناعة وعندك مبادئ وتخاف انك تصرح فيها امام الناس؟ انت ليش مسلم؟ ألم تسلم لكي يعزك الله، لكي يرفعك من عبادة العباد الى عبادة رب العباد؟ أليس المسلم عزيز نفس قوي شجاع؟ فلماذا تخاف من إظهار إسلامك؟ أو على الأقل دعنا نقول لماذا لا تحاول أن تظهر طريقة فهمك للإسلام الذي نؤمن به؟ هذا سؤالي للشيعة. أنا والله ما لقيت فيهم رجل شجاع، رجل واحد شجاع. مهارتهم الأولى والأخيرة في رمي الشبهة، يدخل على الغرفة ويرمي لك شبهة ترد عليها، يرمي شبهة ثانية ترد عليها. طيب علمني أنت وش تعتقد، جاوبني على أسئلتي. أنا أبغى أصير شيعي، علمني كيف أصير شيعي. نفس السؤال اللي ونفس النقطة التي وصل لها أخونا نور. علمونا كيف نصير شيعة، وإحنا راح نعلمكم طبعا كيف تصيرون سنة. إحنا بنقول لكم بكلمتين: اتبع كتاب الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وانتهى الموضوع. وش الطريقة؟ كيف نصير شيعة؟ يا شيعة علمونا يا شيعة، نخاف ندخل النار. إذا كنتم على حق وعلى صواب ونحن على باطل، أخي دلونا لطريق الهداية. لا تشتغلون بطريقة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، تمسكون واحد على جنب ضعيف إيمانه وتشبهون عليه في دينه. تكلموا الآن، عندكم المنبر يوجد 135 شخص الآن، فليظهر شيعي واحد ويقول: إذا أردتم أن تصبحوا شيعة فافعلوا 1 2 3 4. خلي يصدقون. أنا بواحد منهم يطلع على المايك ويقول: والله إذا تبغون تصيرون شيعة افعلوا 1 2 3 4. هي كلنا نريد الدين. هذه المشاركة اللي عندي. شكرا لأجمل اللي أتاح لي الفرصة، وبارك الله فيكم جميعا. حياك الله رياض، شكرا لك أنت على المشاركة. رياض أنا بقول لك شيء: ما يقدرون يجاوبون، ترى عندهم عذر، ترى عندهم عذر ما يجاوبون يا أخوان، لأنهم هم ما يدرون، ما حد علمهم. من سمات الخطيب الحسيني كتم أسرار أهل البيت، وأعتقد أن هذا البحث حساس جدا، ونحن بحاجة إليه في زماننا اليوم، زمان الفضائيات وزمان النت، الشبكة العنكبوتية. فمن القضايا الحساسة اللي ينبغي للخطيب الحسين اليوم أن يلتفت إليها أكثر مما مضى، وهي كتمان سر أهل البيت. فما راح يجاوبون يا رياض إذا كانوا الخطباء يكتمون السر، فما حد جاوب. أنت عندك جواب يا منتظر؟ طيب خلينا نسمع أخونا أبو خالد، ثم أبو خالد. أنت شيعي ولا سني؟ لا أنت سني صح؟ ها أبو خالد؟ تفضل نسمع منك أبو خالد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله نور على الدرب، حياك الله، حياك الله وبياك، وأجعل الجنة مثوانا ومثواك. والله يا أخي نور على الدرب، الحقيقة هذه والله تبغى حق. أنا الآن أطمح بأن أكون أونر في هذا الغرفة، لكن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
والله العظيم اني الحقيقة اني كرهت نفسي يوم قلت انت شيعي. والله لو قدامي كربة لا اذبح نفسي. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين شيعي. لكن اخونا في الله قبل قليل يسأل يقول وشون اصير شيعي؟ اقول الله لا يجعلك ولا يضلك، لكن الواحد كيف يكون شيعي؟ اول شيء ان يشرك مع الله شيئا، ان يكون لله، ان يجعل لله شريكا، هذه اول شيء. النقطة الثانية معذرة لكل رافضي، معذرة لكل رافضي، أن يجعل لله مع الله شريكا. الثاني أن يسب ويلعن الشيخين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ليل نهار يسب. لا إلى الآن ما كمل تشيعه. يقدح في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا إلى الآن ما كمل، إلى الآن ما كمل. متى يكمل إيش؟ إذا لعن الصحابة جلهم ما عدا 3. لا دقيقة، المايك معاي دقيقة، أنا أبعطي الأخ نور على الدرب ولا تحرق أعصابك يا أستاذ الكريم. سمعت يا أستاذ؟ لا يكون رافضي إلا بهذه الشروط. متى؟ نعم، هؤلاء هم الشيعة، لكن نسأل الله جل وعلا لهم الهداية، اللهم آمين. نسأل الله جل وعلا لهم الهداية، اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين، اللهم آمين. لكن أهنئك يا نور على الدرب، الله يبارك فيك ويسدد خطاك. والله قبل البارح سمعت لك تسجيل، والله أثلج والله صدري. موضوع يوم تحاور في غرفة يبدو والله أعلم، لكن أحيانا والله نزعل، يكون غير محايد صاحب الغرفة الناقلة. والله العظيم أننا أحيانا يطيل الرافضي ويلعن ويسب، والله تحترق أعصابنا، لكن الحمد لله والله تدحرهم، لكن الله يهدينا وإياهم. الرافضي استمر عليهم، والله مثل بعضهم، والله يا أخ نور الدرب أنا شبه الرافضي مثل تعرف السستة اللوري مثله، استمر واطي عليه يبقى، ولا ترفع رجلك عنه تبنط فيك. بارك الله فيك يا أخ نور الدرب وسدد الله خطاك. اللهم اجعل بكل كلمة تقولها في هذه الغرفة وفي غيرها، اللهم اجعلها في ميزان حسناتك، اللهم آمين. والسامعين أجمعين بارك الله فيك. الأخ هذا مايك ناصبي على الدرب، مايك ناصبي، تكفى قدمه الناظر، يمكن إن شاء الله اهتدى. بارك الله فيك نور على الدرب، لك اللاقب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أبو خالد، سامحني على السؤال. أنا مت من الضحك من بدأت مداخلتك وأنا أضحك على قولتك لو قدامي كروبة. ما أدري منين طلعت كروبة، الغرفة ما فيها الغرفة ما 137. أنا يعني بتحداك إذا 130 أعرفها وش نقصد. كروبة أنا كنت باخذ كروبة أسطح رأس الرافضي فيها. حياك الله أبو خالد، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، وسعداء بتواجدك حقيقة معنا، ونتمنى أنكم تكثفون المشاركات. احنا ما نستغني عن مشاركاتكم حقيقة، مثل هذه الأشياء اللي أنت طرحته الآن، هذه الأشياء اللي أنت قلتها كلهم خايفين يقولونها. أنا كنت أيوة بالضبط، الكربة هي من النخل. أنا مش كنت أقصد، أنا كنت أقصد أبي الرافض يقول هذه الأشياء. أنا أريد أن أبين له أن دينه مخجل لا يستطيع تقديمه. الآن تدري اللي بيصير؟ الآن راح يعرضونك، بيحاولون يرجعون اللي أنت قلته. الآن في واحد الآن مايك يا ناصبي على الدرب، ما في مشكلة، أنت تعتبرني ناصب ما تعتبر. إذا اعتبرت أبو بكر وعمر كفار منافقين، يعني تبي تتوقعني من العشر المبشرين مثلا، فشتمك شهادة لي. تفضل اللي تقول وعرب أصلي، ها عرب أصلي يشن عقد النقص. تفضل يا عرب أصلي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد دليل واحد من القرآن والسنة يثبت بأن أبا بكر هو الخليفة. يوم انك قطو قبل شوي قدمت لك، قبل ما تصير عربي أصلي، قبل شوي أنت قطو أعطيتك كل الأدلة.
قدمت لك قبل ما تصير عربي أصلي، قبل شوي أنت قطع وأعطيتك كل الأدلة، يعني تحسبك غيرت نكك، نفس الأخطاء الإملائية ونفس الغباء اللي تكتب فيه، فلا تظن أني ما عرفت أنه أنت ومقدمك. خلاص مقدمينها لك، جاوبناك على هالسؤال، جاوبناك. اسمعني زين، اسمعني زين، اكتب لي رقم 5 إذا تسمعني الآن علشان أفهمك شيء. اكتب لي رقم 5 عشان أفهمك شيء. جميل جدا، اسمعني جيدا. عندما نجيبك على سؤال خلاص انتهى الموضوع. عندما نسألك سؤال نحن ننتظر إجابة. التكرار بهذه الطريقة الغبية ما يمشي عندنا. انت اثبتت انك حاقد على علي بن ابي طالب ومكذب لعلي، قلنا لك علي صلى خلفهم وراضي فيهم، انت ما انت راضي، هل انت اعلم من علي؟ بس انتهى امرك هنا، ما تقدر تجاوب. يا علي بن ابي طالب اعلم منك ويجب ان تلتزم بما فعل، يا انت اعلم منه، خلاص تصير ناصبي وتناصب العدالة علي بن ابي طالب. خلونا نسمع مرتضى كيف يصبح الانسان تاركا للاسلام والسنة وينتقل للشيعة، ما المطلوب منه؟ تفضل مرتضى.